عارفين الشنطة اللي سألتوني عليها في الكومنتات؟ أكتر شنطة طلبتوها مني، وأخيرا النهاردة هنعملها سوا من البداية للنهاية وبطريقة بسيطة تخليكي تقدري تعمليها. ويلا بينا نبدأ ونقول بسم الله. يا ريت ما تفوتيش أي دقيقة في الفيديو، لأن كل دقيقة هتستفادي منها وهتلاقي فيها معلومة تفيدك. الدائرية اللي هي دي، تمام، هي شنطة صغيرة لبنوتة صغنون. انت عايزة تكبري هتزودي في السطور وانا هعرفك ازاي. وتعالي مع بعض نشوف ازاي عملنا الدايرة ديت وهنكملها ازاي. يلا بسم الله. اول حاجة عندي هنا خرز، ده خرز سداسي، تمام. وعندي خيط، اخد بقى جزء من الخيط، نسمي الله. عندي الخيط اهو. اول حاجة هبدأ بغرزة سداسية، واول سطر عبارة عن غرزة واحدة. هنشوف دلوقتي. 1 2 3 4 5 6. اول حاجة عندي هنا 6 خرزات اهو. اول حاجة هعمل 6، دي تعتبر الحلقة الاولى في الدايرة. هبدأ ان انا اسوي الخيط، تمام اهو، وارجع في الخرزة الاخيرة وفي الحلقة زي ما احنا متعودين اعدي طرف الخيط التاني في الحلقة دي اهي. كده انا عملت ايه؟ اول حلقة. اشد الخيط واعدي الخرزة في قلب الحلقة دي، تعتبر بالنسبة لنا اول سطر. في الشنطة الدائرية، تمام. اول حاجة بدأت بغرزة سداسية، وبعد كده عند كل خرزة من دول هعمل غرزة سداسية. عندي هنا خرزة، يبقى انا هزود كام خرزة؟ 5 خرزات. هنا في اول واحدة هزود 5 خرزات. وفي الخرزة الأخيرة أرجع الخيط تاني في قلب الخرزة، بس ما فوتهوش، وأعمل الحلقة دي، الدايرة دي أهي، الدايرة دي عشان أعدي منها طرف الخيط التاني. ودي طريقة العقدة اللي احنا متعودين عليها، تمام. أشد الخيط لحد العقدة ما تعدي في قلب الخرزة. أصبح الخيط عندي هنا طالع من الخرزة. هعدي الخيط اللي جنب الخرز، هعديه من خرزة واحدة، وبرضه هشتغل غرزة سداسية. هبدأ ان انا اعديه من خرزة واحدة اهو، تمام. بقى عندي خرزتين 2 على الخيط. فاضل لي كام خرزة على ال6؟ 4 خرزات. يبقى انا بعد كده هزود كل مرة 4 خرزات، تمام كده، عشان انا عندي 2 على الخيط. 1 2. الطرف اللي جاي من فوق بقى، الطرف التاني اللي جاي من فوق ده ازود فيه ال4 خرزات. 1 2 3 4. والخرزة الأخيرة أرجع بطرف الخيط تاني وما فوتهوش، أتاني ماسكة الحلقة كده أهي، وأشد الخيط. تكون عندي حلقة زي ما احنا متعودين، أسحب طرف الخيط التاني منها. ودي طريقة العقدة زي ما قلت لكم. أشد الخيط لحد العقدة ما تعدي في قلب الخرزة، تمام أهي. الطرف اللي جنب الخرز أعديه من خرزة واحدة. الشنطة دي سهلة على فكرة وبتخلص بسرعة، يعني هتبدأي فيها مش هتاخد معاكي ساعة وتكون ان شاء الله خلصتي. المهم تحفظي الخطوات. اعدي الخيط من خرزة واحدة واضيف كام خرزة؟ 4 خرزات. شطار، 4 خرزات.
وارجع في طرف الخيط تاني اهو، واسحب عندي الحلقة اهي، اسحب منها طرف الخيط التاني واشد الخيط لحد العقدة ما تعدي في قلب الخرزة. تمام تمام كده. يبقى انا في الست خرزات دول هعمل 6 حلقات، كل حلقة منهم عبارة عن غرزة سداسية. تمام اهو، اعدي طرف الخيط من الخرزة دي وابدأ ان انا ازود 4 خرزات. تمام، واضيفهم كلهم من طرف واحد، 1 2 3، وادي الخرزة الرابعة، وارجع في اخر خرزة اعمل الحلقة واسحب طرف الخيط. واحلى حاجة في الشغل بالعقدة بالطريقة اللي احنا بنعمل بيها دي، بيبقى الخيط معاكي او الشغل معاكي مشدود. تمام اهو، اعدي الخيط اللي جاي جنب الخرز اعديه من خرزة واحدة، وهضيف جنب برضو زي ما قلت لكم 4 خرزات اهو. يبقى في خيط بعديه في خرزة، والخيط التاني هو اللي انا بزود فيه الخرز، 1 2 3 4، وارجع في الخرزة التانية اعمل حلقة، ارجع في الخرزة التانية كده اعمل الحلقة بتاعتي وما فوتش الحلقة، خليها في ايدي كده زي ما انتم شايفين، واسحب طرف الخيط التاني. تمام اهو. الحلقة الاخيرة دي بقى هعدي الخيط من خرزة زي ما احنا واخدين بالنا اهو، خرزة رقم 6، وارجع اعديه من الخرزة اللي جنبها دي عشان دي اخر حلقة في السطر اهي. دايما بتبقى اول حلقة مختلفة هي واخر حلقة. كده عندي الخيط فيه كام خرزة؟ 1 2 3، 3 خرزات. هزود بقى كام؟ هزود 3. تمام، هزودهم من اي طرف مش هتفرق. الخرزة الحلقة الاخيرة هعدي الخيط من خرزتين وهزود 3 خرزات، وارجع اعدي الخيط من الحلقة الاخيرة او من الخرزة الاخيرة واعمل العقدة بتاعتي. تمام اهو. يبقى انا دلوقتي اول سطر عندي كان عبارة عن غرزة سداسية، هو السطر كله عبارة عن غرزة سداسية. بعد كده السطر التاني في كل خرزة من الغرزة السداسية بطلع بحلقة سداسية برضو. تمام، يبقى اتكون عندي كام حلقة؟ 1 2 3 4 5 6. تمام، الخيط طالع من خرزة واحدة. تمام، السطر التالت ده بقى هيبقى عبارة عن غرزة سداسية غرزة خماسية، غرزة سداسية غرزة خماسية، يعني هتبقى حلقة سداسية وحلقة خماسية. تمام، اعدي الخيط بقى من الحلقة اللي جنبها، من الخرزة اللي جنبها. وانتي لو لاحظتي هنا هتلاقي الايه، الخرزة هنا خرزتين تحتهم خرزة مسنودين بخرزة، خدتي بالك؟ يعني خرزتين اهم مسنودين بايه؟ بخرزة. انا هعدي الخيط من الخرزة اللي جنب دي اللي تحتيهم خرزة، فانا دلوقتي عندي خرزتين على الخيط، عندي خرزتين هزود عليهم 4 خرزات. تمام اهو، 1 2 3 4، وارجع في الحلقة التانية الأخيرة، قصدي الخرزة الأخيرة، واعمل الحلقة بتاعتي واسحب طرف الخيط التاني. تمام كده اهو. اهو ادي اول حلقة سداسية، اللي جنبها هتبقى ايه؟ هتبقى خماسية. اعدي الخيط من خرزة، تمام، عندي خرزتين 2 على الخيط، وقلنا الغرزة التانية دي هتبقى خماسية 2، يبقى انا محتاجة 3 خرزات. تمام 3.
هزودهم في طرف الخيط اللي جاي من اعلى. 1 2 3. وهعمل الحلقة بتاعتي واسحب طرف الخيط بتاعي واسحب الطرف التاني. تمام. واشد الخيط لحد الحلقة ما تعدي في قلب الخرز. تمام. هبدأ ان انا ايه، اعدي الخيط اهو. 1 2. لهنا عديت من 2 عشان دي هتبقى غرزة سداسية. عندي هنا 3، هزود عليهم كام؟ هزود عليهم 3. تمام. ليه؟ عشان انا عندي 3 على الخيط، هزود عليهم 3. 1 2 3. وارجع في الحلقة الايه، الخرزة الأخيرة عشان اعمل عقدة بتاعتي واسحب طرف الخيط التاني. تمام اهو. الطرف اللي جنب الخرز هعديه من خرزة واحدة اهو. وقلنا دي هتبقى غرزة ايه، خماسية، عشان دي سداسية يبقى اللي جنبها ايه، خماسية. عندي 2 على الخيط، يبقى انا هنا هزود كام، 3. 1 2 3. وارجع في الطرف التاني اسحب الخيط واسحب طرف الخيط التاني. تمام كده. يبقى انا في الغرزة الخماسية بعدي الخيط من خرزة واحدة، اما في الغرزة السداسية بعدي الخيط من خرزتين. ادي 1 2. تمام كده. يبقى انا عندي 3 خرزات، هزود عليهم 3 خرزات. وارجع في الخرزة التانية الأخيرة اسحب طرف الخيط التاني واشد الخيط لحد الحلقة ما تعدي في قلب الايه، الخرزة. تمام كده. دي سداسية، يبقى اللي بعدها ايه، خماسية. برافو عليكم. وهعدي من كام خرزة، من خرزة واحدة. يبقى انا في الغرزة الخماسية بعدي من خرزة واحدة، اما في الغرزة السداسية فبعدي من خرزتين، والزيادة دايما بتبقى 3 خرزات. تمام اهو. وفي طرف خيط بعدي من خرزة والطرف التاني بزود فيه الخرز. تمام. 1 2 3. وارجع اعمل الحلقة بتاعتي واسحب طرف الخيط التاني. تمام اهو. هتلاقي الغرزة السداسية بيبقوا الخرزتين تحتهم خرزة. 1 2 تمام. عندي هنا 3 خرزات اهو. 1 2 3. هزود 3 خرزات. 1 2 3. وارجع تمام اهو. هنا دي سداسية، اللي بيبقى اللي بعدها ايه، خماسية. خماسية يعني هعدي
من طرف واحد، قصدي من خرزة واحدة، وهزود كام؟ 3. واحد، 2، 3، وارجع في الخرزة التالتة. انت لو جبتي الخرز بس الخيط ومشيتي معايا بالخطوات زي ما انا ماشية كده، هتعملي الشنطة وهتحفظيها وهتبقى سهلة جدا بالنسبة لك. تمام. خماسية يبقى بعديها على طول ايه؟ سداسية. 1، 2. وسداسية يعني هعدي من خرزتين 2 مرة واحدة. عندي 3 على الخيط، هزود 3. بمعنى أصح السطر التالت ده بزود فيه ايه؟ 3 خرزات، ما عدا أول خرزة وآخر خرزة. 1، 2، 3، وارجع الخرزة الأخيرة واسحب طرف الايه. تمام. يبقى هنا خماسية، سداسية، بعدها ايه؟ خماسية. عندي خرزتين يبقى هزود، احنا حفظنا خلاص، هنزود كل مرة ايه؟ 3. 1، 2، 3. أعدي الخيط من خرزتين. 1، 2، وهزود 3 خرزات عشان دي غرزة سداسية. 1، 2، 3، وارجع في الخرزة الأخيرة، أسحب طرف الخيط. خدوا بالكم بقى هنا اهي، دي غرزة سداسية اهي، أنا بعدي الخيط من ايه؟ من خرزة، ودي آخر خرزة اهي. تمام. هعدي الخيط من دي، وهنا المفروض دي غرزة ايه؟ خماسية. هعدي الخيط من دي عشان اقفل السطر، هعديه من الخرزة اللي جاية دي، اللي جاية قايم كده. اصبح عندي هنا كام خرزة؟ 1. عندي هنا كام خرزة؟ 1، 2، 3. 3، ودي غرزة خماسية، يبقى فاضل لها كام؟ 2. يبقى اخر سطر بس اللي هزود فيه خرزتين 2. 1، 2. تمام. انا عشان اعمل الدايره دي، اول حاجه بدات بغرزه سداسيه، وبعد كده كل خرزه من الغرزه السداسيه دي هطلع بيها بغرزه سداسيه برضو. تمام. السطر التاني كله هيبقى برضو غرز سداسيه. السطر التالت هيبقى غرزه خماسيه وغرزه سداسيه، غرزه خماسيه غرزه سداسيه كده، واحده خماسي وواحده سداسي، خماسي وسداسي، خماسي وسداسي، لحد ما اخلص بقيه السطر. اما السطر الرابع فهو غرزه رباعيه. تمام. السطر الاخير اللي هو الرابع ده هيبقى كله عباره عن غرز رباعيه. كل خرزه من دي هطلع بيها غرزه فيها رباعيه. الخيط عندي طالع من خرزه، هزود 3 خرزات. 3 خرزات. الخيط طالع من خرزه، هزود كام؟ 3 عشان يبقوا ايه؟ 4. 1، 2، 3، وارجع في الحلقه اهي، واسحب طرف الخيط التاني كده. كونت عندي غرزه ايه؟ رباعيه اهي. دي اول غرزه رباعيه. الغرزه الرباعيه دي بقى
وهكمل السطر كله طبعا غرزة رباعية. الخيط اللي جنب الخرز هعديه من خرزة واحدة. بما اني عديته من خرزة واحدة فانا عندي خرزتين اتنين على الخيط، يبقى السطر ده كله هزود فيه كام خرزة؟ خرزتين. عندي اتنين على الخيط واتنين هزودهم من الطرف اللي جاي من ايه؟ من اعلى. واحد اتنين. تمام اهو. هعدي الخيط من خرزة وزودت خرزتين في الطرف التاني. ازود كام؟ خرزتين اتنين. واحد اتنين. وفي الشنطة الدائرية كل ما تشتغلي بخرز كبير كل ما يكون احسن، يكبر لك معاكي الشنطة. يعني إيه، خرز 12 وخرز 14 حلو قوي في الشنطة الدائرية. ده خرز مقاس 10. تمام. هعدي الخيط من خرزة وازود خرزتين في الطرف التاني. يبقى انا هعدي الخيط من خرزة وازود ايه؟ خرزتين. واحد اتنين وارجع. تمام كده. اعدي الخيط من خرزة وازود خرزتين. وهكذا اهو. يبقى السطر الرابع ده كله غرز رباعية. عايزة اكبر الشنطة هزود كمان صفوف رباعية برضو. يعني الشنطة اشتغلت بخيط رقم 10 زي ما انا شغالة كده، والشنطة بالنسبة لي صغيرة، يعني دي على ما تخلص صغننة، بصي يعني كف ايد. فانا عايزة اكبر الشنطة هكبر الغرز، ازود الغرز هنا بس هتبقى رباعية برضو نفس السطر الاخير، تبقى غرز رباعية. تمام. السطر ده كله هكمله زي ما انا قلت لكم كده. هعدي الخيط من خرزة عشان ما اطولش عليكم الفيديو. هعدي الخيط من خرزة وكل مرة هزود فيها خرزتين. هكمل السطر واجي في الحلقة الأخيرة وهرجع لكم تاني. تمام كده اهو. إيه هنا بقى آخر حلقة، أو هسيب هنا كام بسم الله الرحمن الرحيم. هسيب هنا كام خرزة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. تمام. يبقى انا هسيب 8 خرزات مش هشتغل فيهم، ودي الخرزة اخر خرزة عشان اجيب طرف الخيط من هنا. فانا هزود المرة دي في الطرف ده 1 2 واعمل الحلقة بتاعتي واسحب طرف الخيط. تمام اهو. يبقى انا هنا عملت زي جنب كده للشنطة من هنا وجنب للشنطة من الناحية التانية اهو. تمام اهو. هبدأ بقى ان انا اشبك الاتنين دول مع بعض.
تمام. اشبكهم ازاي بقى؟ بسم الله. بصوا بقى، ركزوا معايا. ادي جنب الشنطة، تمام. في الطرف اللي فوق ده هزود خرزة، تمام. وفي نفس الطرف هعديه من من الحلقة التانية، بس مش عارفة اهي، من دي اهي، من الدايرة التانية اهي، تمام. وارجع ازود خرزة كمان، ودي اللي هعمل فيها القفل او الحلقة اهي، واسحب طرف الخيط التاني. وبكده انا اهو بدأت ان انا اجمع ايه الشنطة، تمام. هعدي طرف الخيط ده من هنا، من الخرزة دي، والطرف التاني هعديه من الخرزة التانية، تمام. كده عندي 3 خرزات على الخيط. هضيف خرزة واحدة وهرجع فيها تاني عشان اعمل ايه الحلقة بتاعتي اهي، واسحب طرف الخيط اهو، تمام. هكمل بنفس الطريقة. الطرف ده اعديه من ناحية، والطرف ده هعديه من الناحية التانية، وازود خرزة واحدة هعمل فيها الحلقة، واسحب طرف الخيط التاني اهو. بنفس الطريقة دي هكمل كل الدايرة لحد ما اوصل للاخر. هعمل شوية عشان ما اطولش الفيديو عليكم، وبكده تبقى الشنطة خلاص قربت تخلص. بس بنفس الطريقة هعدي طرف الخيط ده من هنا من خرزة، واعدي طرف الخيط التاني من خرزة، واقفلهم بخرزة واحدة. وبكده احنا خلصنا الجنب اهو، زي ما انا وريتكم بالظبط نفس الطريقة، غرز رباعية جنبين الاتنين اهو، تمام. عندي ايه بقى؟ عندي حلقتين اللي هم سهلين الفتح دول، هبدأ ان انا اركبهم في الجنب، الحلقة اللي في النص اهو. الناحية التانية برضو سهل خالص اهو، تمام. وادي السلسلة سلسلة الناحية التانية، تمام. عندي بقى هنا البطانة، كان المفروض اجيبها برجندي بس اللون الاوف وايت الصراحة ماشي برضو معاها، ويعتبر هي اللي متوفرة عندي دلوقتي. احط البطانة بقى اهو وبس، وبكده الشنطة تكون خلصت. ايه رأيكم فيها؟ ممكن احط لي لوجو، نسيت طبعا احط اللوجو بتاعنا، وبس كده. وادي طريقة الشنطة بكل سهولة. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش لايك وشير ودعوة حلوة كده منك في الكومنت. ولو عاوزتي تتعلمي اي حاجة تانية، اي حاجة تخص الهاند ميد، سواء كان خرز او كروشيه او مكرمية، ابعتيلي رسالة وانا ان شاء الله هعمل لك فيديو مخصوص ليها. وشكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.